السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ إيه الأخبار؟ دلوقتي احنا في الأسبوع الرابع. أتمنى يكون التلات أسابيع اللي فاتوا يعني عدى عليك بخير. محاضرة النهاردة عن المومنت about line، نتكلم النهاردة عن المومنت about line. بس قبل ما نبدأ عايزين نقول اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني بعلما. المحاضرة اللي فاتت، المحاضرة التالتة، احنا اتكلمنا عن المومنت about point، صح؟ كانت الفكرة في ايه؟ الفكرة والله لو كان ده اي بي كده، ده اللي هو الفورس، ودي بوينت سي، واحنا عايزين المومنت اباوت سي. كنا بنقول اللي هو بيساوي ايه؟ كنا بنقول ان هو هيساوي سي اي او السي بي كروس الفورس، صح؟ وان ان هو لازم يبقى في كده خارج من البوينت رايح للفورس، ونبدا بيه كروس الفورس. تمام. بنجيب بقى الفورس ازاي؟ عندك 2 بوينت بقى تجيبها بالانجل، تجيبها بالبوينتس الكوردينيت. المهم تجيبها زي ما تجيبها ايه كفيكتور، وتجيب ايه السي اي برضه كفيكتور، تضربهم ايه كروس برودكت، اما على الاله زي ما احنا اتعلمنا او بالديترمينانت او باين يكن. النهارده بقى هنضيف حاجه جديده، عايزين نجيب المومنت اباوت سي دي. دلوقتي كده سي دي، احنا عايزين نجيب المومنت اباوت سي دي. هنجيبها ازاي؟ والله الموضوع سهل وبسيط. احنا كل الفكره ان انت هتجيب مومنت اباوت سي وتضربه في الاتجاه ده. شوف والله هو مشي قد ايه هنا واتجاهه، فاهم؟ هتشوف هو مشي قد ايه هنا والاتجاه بتاعه. طب هنجيبها ازاي برضو يعني؟ انت عرفت تجيب المومنت اباوت سي ازاي؟ ايوه عرفتها، يا سي ايه يا سي بي كروس الاف مثلا يعني. هتقول والله هتجيب بقى المومنت اباوت سي وتضربها في اليونت فيكتور بتاع السي دي. تمام. وانت لما تعمل كده هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك ماجنتيود، اضربهم كده دوت برودكت كده هيطلع لك الايه الماجنتيود بتاعها. حلو. طب انت لو عايز تجيب بقى دايركشن، والله هتجيب ده كده، ده كده الماجنتيود ده. هتجيب بقى المومنت اباوت سي دي كفيكتور، هنجيبه ازاي؟ هتقول والله الماجنتيود في اليونت فيكتور بتاع السي دي تاني. كده بقى انت جبته كايه كفيكتور. تضرب الثلاثه كومبوننت في الثلاثه كومبوننت، وكل كومبوننت هو الايه بقى ايه بقى الكومبوننت بتاع السي دي. طبعا دلوقتي هنجيب امثله، بس انا ايه لازم تكون عارف دي طبعا، المفروض كنت سمعتها في المحاضره يعني، بس ايه بنعمل ريفيجن سريع عليه. حلو. طب هتقول لي هو انا ما كانش ينفع مثلا اجيبها في اتجاه دي؟ لا ينفع عادي جدا. تجيب اي مومنت على الخط وتضربها في اليونت فيكتور اللي انت تمشي عليه. يعني ممكن تجيب المومنت اباوت دي وبعدين تضربها ضد برودكت السي دي وبعدين تضربها تاني في السي دي، اليونت فيكتور بتاعها. كلام جميل، كلام جميل. تاني حاجه المفروض اتشرحت في المحاضره، او اللي هي في المحاضره دي، واللي هي الكوبل. تالت ثانوي انت سمعت عن الكوبل واللي هو كان الازدواج. طب ايه فكره الازدواج؟ الازدواج فكرته ان انت عندك فورس كده وفورس كده، عندك اتنين فورس قد بعض في الماجنتيود وعكس بعض في الاتجاه، فبيعملوا دوران. هتقول لي برضه مش فاهم ازاي. بص، عارف الباب اللي هو بيبقى مدور كده؟ عارف اللي بيبقى في المولات الكبيره بيبقى مدور كده وانت بتخش تلف كده؟ طب انت لو دخلت وفي واحد تاني دخل من الناحيه التانيه كده، يعني هو الباب كده، انت دخلت من هنا وواحد دخل من هنا، مش هتحس الموضوع اسرع؟ هتحس بالدوران، صح؟ هي نفس الفكره. ايا يكن، هات مثلا خشبه وانت زقها من هنا وواحد تاني يعملها كده، هتلاقي ايه بتدور اسرع. تمام. فهي دي فكره الكابل. الكابل فكرته ان هو بيعمل ازدواج، بيعمل دوران، بس لازم يكونوا قد بعض في الماجنتيود وعكس بعض في الاتجاه، وما يكونوش بيأثروا على نفس النقطه. عشان انت لو فكرت فيها، لو انت مثلا بتزق باب من هنا وهو بيزقه من ورا هنا كده، مش هتحرك الباب اصلا. فاهمني؟ لازم انت تكون بتزقه من على الطرف مثلا وهو بيزقه من على الطرف هنا كده، كده ايه يعمل كابل. تمام. والكابل ما بيتغيرش على حسب النقطه، هو بيعمل دوران. طب النقطه هنا، النقطه هنا، النقطه هنا ما بتفرقش معايا. تمام. هاقول لك الفريش ليه لمّا نيجي إيه نحسبه دلوقتي، تفهم ليه. طب عايزين بقى دلوقتي نحسب الcarbon ده بيتحسب إزاي أو الmoment بيتحسب إزاي. هتفرض إن في هنا point A، وهتفرض إن في هنا point B، وافرض إن هنا في C، وافرض إن هنا في D. دلوقتي لو إحنا ما نعرفش إن هو couple وما فهمناش يعني إيه couple مثلًا، وعايزين الmoment about الorigin، مثلًا هنعمل أيًا يكن يعني، هنعمل هنا كده مثلًا الorigin أهو. حلو، الorigin أهو. هتجيبها إزاي؟ هتقول والله هتجيب الmoment بتاعة F1، اللي هي مثلًا بتاعة الpoint A، هتقول والله moment A هيساوي الAO cross F1، صح؟ اللي هو ده كده cross F1، اللي هو من نقطة للorigin cross F1، صح؟ لا استنى، سوري،
عايزين المومنت about O، فيبقى OA. تمام، OA cross F1. طب عايزين المومنت برضه بتاعة الO من F2، هتبقى ايه؟ OC cross F2، OC cross F2. وبعدين تجمع ده زائد ده يديك المومنت O توتال. حلو، منطقي جدا. اعتبر ان دي فرصه لوحدها وهتجيب المومنت about O، ودي فرصه لوحدها وهنجيب المومنت about O، والموضوع انتهى. تمام. بس هو في القابل، القابل بالذات هو مش بيقول لك ان هو عايز مومنت about حاجه، هو بيقول لك انا عايز القابل. تمام، فانت تجيبها ازاي ده من التو فورسز دول؟ هتجيب نقطه من الفرصه الثانيه. يعني ايه؟ يعني انت هتجيب المومنت about C، تجيب المومنت about C، ولما تيجي تشتغل المومنت about C تشتغل بنقطه من تو فورسز. ليه بقى؟ عشان انت المفروض تجيب اتنين مومنت، واحده من هنا وواحده من هنا. بس انت لو اشتغلت على نقطه من الفورس فيهم، فانت كده فانت كده هتلغي المومنت بتاعت الفورس دي، عشان اي نقطه على الفورس المومنت بتاعها بزيرو. تاني عشان لو انت تتلخبط، بس في الكابل هو مش بيقول لك عايز المومنت اباوت نقطه معينه، هو بيقول لك عايز الكابل. تمام، فانت عشان تجيب الكابل ممكن تجيبها مثلا اباوت الاورجن، تجيبها اباوت زد، تجيبها اباوت اي نقطه انت عايزها. بس اسهل نقطه تختارها بتكون نقطه على الفورس منهم. ليه؟ عشان انت هتجيب مومنت فورس التانيه، والفورس ديت اللي النقطه عليها مش هتجيب لها المومنت، عشان هي بتمر بيها اصلا. يعني ينفع مثلا اقول لك لو احنا اخترنا بوينت ايه مثلا، هنجيب المومنت اباوت ايه بتاعت اف 2، هتقول اي سي كروس اف 2 صح؟ هتبقى بلس ايه؟ ينفع اقول لك اي كروس اف 1 او اي بي كروس اف 1 وهنطلع بزيرو، طالما البوينت على الفورس فهيطلع بزيرو. انت المفروض يبقى عرفت الكلام ده من المحاضره اللي فاتت. فاحنا لما نيجي نشتغل بقى في حته القابل بنعمل ايه؟ بنجيب نقطه من واحده من الفورسز. يعني مثلا تجيب المومنت مثلا بقى الايديتور تقول ايه؟ اي سي كروس اف 2، كده يا باشا انت جبت المومنت. طب القابل قصدي، ما تفرقش يعني القابل. طب ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن تقول والله الاي دي كروس اف 2 فيها شكل، لا. طب ممكن اجيب من البي، ممكن اقول والله ان هي البي سي كروس اف 2، يمكن اقول ان هي البي دي كروس اف 2، صح؟ هي نقطه من التانية. طب كل ده هل ينفع اشتغل بقى بالاف 1؟ طبعا ينفع اقول ان هي سي اي كروس اف 1، ينفع اقول ان هي سي بي كروس اف 1، وينفع اقول ان هي سي دي كروس اف 4، ينفع اقول ان هي دي اي كروس اف 1، وينفع اقول ان هي دي بي كروس اف 1. لو احنا هناخد نقطة دي اي كروس اف 1، دي بي كروس اف 1، سي اي كروس اف 1، سي بي كروس اف 1. انت لازم تكون فاهم حوار النقطة، هو المومنت ابوف البوينت اللي احنا اتقال في المحاضرة اللي فاتت. دي بقى اللي هي زيادة عليه بقى، دي اللي هي الادفانتج اللي الكوبل. اخر حاجة بقى قبل ما نبدأ في الكوبل، نبدأ قصدي في حل المسائل. لو عملنا سهم كده وعمل عليه سهم كده وقال لك ان هي ب 10 نيوتن متر، تعمل ايه؟ هتعرف اول حاجه ان ده مومنت، تمام؟ او هتعرف ان ده ايه كومن، وهتعرف عايزين نجيب بقى اتجاهه، هيديك مثلا دي بوينت ايه ودي بوينت بي، فانت تجيب بالكوردينيت او يديك انجل او المهم ده بيكون الماجنتيود بتاعه، وانت بتجيب الدايركشن بتاعه تضربه في بعض البرودكت تبقى يا باشا المساله اتحل. كده احنا شرحنا الفيجن سريع على المحاضره. طبعا لو ما شفتش المحاضره تاني يفضل ان انت تشوف المحاضره كده. هيبدا بقى دلوقتي الحل مسائل من الشيت. اول مساله هنحلها المساله اللي هي 4.18. كل ملفات السيفيرات الديسكريبشن وهنظهر صورتها دلوقتي. دي تطبيقا على المومنت اباوت بايب، تمام؟ هو عامل لك هنا كده حاجه زي بايب كده، بعدين قال لك هنا مشي مع الواي كده، وبعدين مشي مع الزد على الاكس كده، وبعدين الفورس طالعه فوق. حلو. بعدين عامل لك يا باشا مثلث، قال لك ان هو ولات 4 5، وعامل لك تحت كمان كده عشان بس ما نلخبطش الدنيا أكتر. المهم لما هيتعمل له ريزوليوشن يعني في مثلث هنا كمان 3 4 كده. هو أكيد المسألة باينة في الصورة أحسن، ماشي. المهم دي بوينت إيه ودي الأوريجين طبعا. الفكرة هنا أنت هتجيب المومنت، وبعد ما تجيب المومنت هتجيب المومنت أباوت الإكس أكسيس والواي أكسيس زد أكسيس. ده طبعا تطبيقا على المومنت أباوت لاين. أول حاجة طبعا لازم نجيب الإف كفيكتور، دي مسألة اللي هي نعمل فيها البروجيكشن، فنعملها مرتين. تمام. طبعًا دي 3 4 5، طبعًا كده الفورس هتبقى مع ال5 بعدين هنشوف 3 و4. المهم دلوقتي بُص، أول حاجة
هنجيب الثيتا اللي هي جوه المثلث ده، ماشي؟ قُلت له والله إن sin ثيتا بيساوي 3/5 وكوزين ثيتا بيساوي 4/5 تمام؟ طب عايزين نعمل لها resolution دلوقتي الثيتا دي كده، هي في الصورة أحسن أهو بالثيتا دي، فوالله هيبقى الsine كده يبقى إحنا جبنا الZ axis وبالكوزين يبقى إحنا جبنا الإيه، اللي إحنا كنا دايمًا بنسميه مثلًا OB والّا OC بعدين نعمل تاني resolution مع الX والY ماشي؟ فهنقول إيه، هنقول إن الF اتجاه الZ هيساوي هي الماجنتيود بتاعها ب500 sin ثيتا، 500 sin ثيتا اللي هو هيساوي 300 تمام، كده إحنا جبنا الZ كونجوال. طب هنكمل بقى الرسمة اللي هو هتبقى كده في اتجاه الX والY direction، اتجاه الX وده كده اتجاه الY ده الY قصدي ده الX أها، دي بقت كام؟ 500 كوزين ثيتا اللي هي بقت 400. هو قال لك تاني إن بإيد كام؟ يجيب ألفا بس نفس الفكرة إن ساين ألفا 3/5 وكوزين ألفا ب4/5 كلام جميل. كوزين ألفا والله هيدي لك الواي والساين هيديك الإكس تمام، فالإف واي هيساوي ال400 اللي إحنا جبناها في كوزين فاي كلام جميل. كوزين فاي اللي هي في جزئين كده تبقى كوزين فاي اللي هو هيساوي 400 في 4/5 هيطلع 320 كلام جميل. طب والإف إكس هيبقى نفس ال400 ساين فاي هو هيساوي 400 في 3/5 يدي لك 240. عايزين نشوف الدايركشن، إحنا عملنا ريزوليوشن مع الزد فهي كانت لفوق، معنى كده إن الزد بوزيتيف تمام. طب الواي عملتها ريزوليوشن بقت كده بالبوزيتيف واي. طب لو عملتها ريزوليوشن مع الإكس بقت والله في الورا في النيجاتيف إكس، معنى كده إن دي نيجاتيف. فكده عشان نجيب الفورس بقى شكلها نيجاتيف 240 320 كنت تاني وبالراحة إحنا عملنا resolution مرتين، دي اللي هي مسألة الprojection عملناها مرة إن إحنا هنجيب الZ وهنجيب الline إنه هيتعمل له resolution في الXY بالله تمام، بعدين بعد ما جبنا الline ده اللي هو بقى ب400 هيتعمل له resolution مع الX ومع الY، الX بالنيجاتيف والY بالبوزيتيف حسب الرسم. كده ماشي أنت جبت الF كإيه؟ كvector. كل اللي أنت تعمله بقى هتجيب الmoment. طب هنجيب الmoment إزاي؟ أول حاجة لازم نجيب point A كcoordinate تمام؟ من على الرسمة هو مشى في الإكس النيجاتيف نيجاتيف 2 ومشى في الواي 2 ومشى في الزد 3 كلام جميل. طب الأوريجين والله الأوريجين 0 وصفر طيب دلوقتي عشان نجيب المومنت about أو وهقول لك دلوقتي هنجيب مومنت about أو ليه؟ مومنت about أو هيبقى أو إيه بلس إف 1. طب الأو إيه ليه بتساوي -2 و2 و3 على طول كروس إف 1 اللي هي -240 320 300. طب كروس ده بنمسكه إزاي؟ بتبقى determinant كده كده I J K -2 2 3 -240 320 300. حلو هنفك الوقت ده، هنفك الI بنشيل ده وده ونشتغل كده فيبقى 2 في 300 ب600 ناقص 3 في 320 ب960 فيبقى -360. حلو في اتجاه الI direction قوة هتكتب السالب بتاعة الG direction كده كده ده في ده -2 في 300 -600 ناقص -3 في 240 ادي لك 120 بالبوزيتيف. طبعا النيجاتيف كده وكده تلاقيه في الجي. حلو كوما الكي والله هيبقى -2 في 320 ناقص 2 في -240 ب-160 اتجاه الكده يا باشا. كده يا باشا انت جبت الايه؟ كده انت جبت المومنت تمام؟ كده انت جبت الايه؟ المومنت about او. طب هل ده اللي هو عايزه؟ لا هو عايز المومنت about الاكس والواي بالزد اكسيز كلام جميل. هنجيبه ازاي بقى؟ هنجيب مثلا بتاع الاكس احنا قلنا عشان نجيب اللاين كنا بنضرب المومنت في يونت فيكتور عشان نجيب الماجنتيود وبعدين في اليونت فيكتور تاني عشان نجيب الدايركشن صح؟ بص انا هقول لك هنعملها وفي الاخر شوف النتيجه تطلع ازاي. انت دلوقتي المومنت اباوت الاو في اتجاه الاكس عايزين نجيبها كماجنتيود هنقول والله هي ده اللي هو -360 كوما -120 كوما -160. هو المفروض انا ما كناش نكتب الاول جي والكي جوه القوس بس انا ايه بوريك يعني بس هو الكتاب ده صح كده. المهم
في اليونت فيكتور اللي هو في اتجاه الاكس دايركشن. طب اليونت فيكتور بتاعه يبقى شكله ازاي؟ لو انت يعني في سرعه بديهه فانت هتفهم ان هو يكون 1 0 0 عشان في الاكس تبقى 1 في الاكس و0 0 في الواي. طب لو ما جاتش معاك بسرعه فانت تفرض اي نقطه في الاكس، لو يكن مثلا 5 0 0 وبعدين تجيب لي اليونت فيكتور، هتلاقيك بتقول ان هي الماجنتيود بتاعها بخمسه، بعدها عن الاوريجن بخمسه، فهيبقى 5 0 0 على الخمسه تطلع برضه 1 0 0. بس انت المفروض تجيبها ايه على طول، ان هي واحد في الاتجاه ده وصفر صفر في الباقي. فوالله 1 0 0 هيطلع معاك دلوقتي والله ان الماجنتيود هيبقى بيساوي سالب 360. ده الماجنتيود. ترجع تاني بقى تقول بقى المومنت او في اتجاه الاكس دايركشن هيبقى والله سالب 360 في 1 0 0. خلاص يعني اضربها اجيب فيكتور عشان نطلع فيكتور يعني هيطلع معاك والله بسالب 360 0 0. خد بالك من حاجه، 360 اللي هنا او سالب 360 اللي هنا هي سالب 360 اللي هنا. بس هي دي الفكره، إن هو لما يجي يقول لك هات المومنت اهوت الاكس دايركشن واي دايركشن زد دايركشن، هتجيب المومنت اهوت الاوريجن والكومبوننت، كل كومبوننت منه ده معناه المومنت اباوت اللاين ده اللي هو الاكس والواي والزد. فانت مش محتاج تعمل اليونت فيكتور مرتين عشان تعرف ان هو الرقم ده. تمام. فالواي تبقى سالب 120، طب والزد هيبقى سالب 160. سو هنا ما طلبش الايه، ما طلبش الماجنتيود، هو طالب المومنت كايه كفيكتور. فانت تكتب مثلا في الواي صفر سالب 120 صفر، وفي الكي صفر صفر سالب 160. كده تكون فهمت قصدي يعني. دي مسألة عادية سهلة جدا يعني، بس ايه تطبيقا على المومنت اباوت لاين. هنحل بقى دلوقتي مسألة تانية من الشيت، مسألة برضو لذيذة كده يعني ايه، هنعلى بالليفل سيكا. بص هي مسألة ممكن انها تخوفك، بس هي مسألة ما فيهاش أي حاجة بجد. ده الإكس والواي والزد دايركشن، هو عمل لك 3 قابل بس، ده هو كل اللي هو عمله. عمل لك قابل هنا كده، عمل لك قابل هنا كده، وعمل لك والله قابل اللي تحت كده، وعمل لك قابل هنا كده. تمام. قال لك إن ده القابل الأولاني بكام؟ ب450، وقال لك إن ده القابل التاني ب250، وقال لك إن ده القابل التالت ب300. تمام. طب إيه الفكرة بقى إن فيه ده التالت وده التاني؟ ايه الفكره؟ الفكره والله ان انت هتفرضه ان هو كانه فورس عادي جدا، وهنجيب له عايزين نحوله لفيكتور، فانت هتجيب من كوردينات وتحوله لفيكتور يا باشا، وفي الاخر ايه هنجمعهم على بعض. تعالى نعملها بسرعه. أم... مثلا المومنت ده، وهو قال لك النقطه اللي فوق دي، قال لك ان هي مشت سالب 2 في الاكس و2 في الواي و3 ونص في الزد. بس المفروض ان هي بوينت ايه. حلو. فمن على الرسمة قال لك إن هي مشت في الإكس اللي ورا سالب 2، مشت في الواي 2، وطلعت 3 ونص. كلام جميل. تمام. فعشان الوقت بقى عايزين نعمل له إيه؟ عايزين نعمل له ريزوليوشن عشان نجيب التلاتة كومبوننت بتاعته. فهتقول إيه؟ عادي جدا. قلت له والله الأو إيه اللي هي هتساوي نفس الإيه عادي جدا، سالب 2 و2 و3 ونص. عشان نجمع فورس، نجمع كومبوننت لحاجه زي المومنت ايا يكن، لازم كلهم يكونوا بيأثروا في نفس النقطه عشان نقدر ان احنا نجمعها. وهو في الامتحان بيقول لك بيأثروا في نفس النقطه عامه يعني. فدي كده الاو اي. تمام. كلام جميل. طب بعدها هنعمل ايه؟ تعمل لها ريزوليوشن. طب هنعمل ريزوليوشن ازاي؟ نجيب بقى اليونت فيكتور بتاع الاو اي هيساوي، هيطلع الماجنتيود بتاعه 4.5، فمعنى كده ان اليونت فيكتور هيساوي سالب 2 على 4.5 كوما 2 على 4.5 كوما 3.5 على 4.5. عايز اوسطها بسطها، بس هي مثلا تتلاكم. كلام جميل. طب برضه هنعمل ايه بعد كده؟ عادي جدا بقى، عايزين نحول معاك الماجنتيود وعايز تحوله لفيكتور، فانت والله هتقول ان المومنت اباوت بقى سي كفيكتور اللي هي 1 هيساوي الماجنتيود اللي هيكون ب 450 في سالب 2 على 4.5 من على 4.5. وما تحلمش بالأرقام دي في الامتحان عشان مش هتطلع بالسهولة دي. أنت هتطير دي مع دي ب100، مفيش الكلام ده في الامتحان طبعا. المهم هيبقى سالب 200 كوما 200 كوما 350. كده يا باشا أنت جبتها كفيكتور. هتكرر الموضوع ده مرتين، هتفرض إن دي بوينت بي، أو دي مثلا سهلة جدا، هنجيب مومنت سي 2 هي باينة اهي إنها في الزد، بس معنى كده إن هي صفر وصفر و250 في الزد الأسفل يبقى إيه؟ سالب 250. كده دي خلاص تمام. طب تالت واحدة والله قال لك طب ماشي هنعملها بسرعة بقى. هنفرض إن هي بوينت بي، فأنت طلعت تجيب بوينت بي. قال لك والله إن هي مشوا في الإكس 1.5
ومشت في نيجاتيف واي 2 وما مشتش في الزد، فالاو بي هيساوي يا البي 1.5 سالب 2 وصفر. اليونت فيكتور بقى بتاع الاو بي نجيب الماجنتيود بتاعها اللي هو روت 1.5 سكوير زائد 2 سكوير طلع ب2.5، فيبقى 1.5 على 2.5 كوما سالب 2 على 2.5 كوما صفر. كده انت جبت اليونت فيكتور. عشان نجيب بقى المومنت هيبقى بيساوي الماجنتيود اللي هو كام؟ 300 في 1.5 على 2.5 سالب 2 على 2.5 0 هيساوي هيساوي 180 كوما سالب 240 كوما صفر. فكده يا باشا ده المومنت التالت. المومنت التاني اهو. ايه المومنت الاولاني؟ عشان تجيب الريزلتنت الموضوع سهل جدا، يعني المومنت ار هو الريزلتنت. اجمع سالب 200 زائد صفر زائد 180 سالب 20 كوما 200 زائد صفر ناقص 240 بسالب 40 كوما 350 ناقص 250 وصفر ب100. طب هو عايز الايه؟ الريزلتنت. هو كده مش عايزه كماجنتيود، هو مش عايزه قصدي كفيكتور، هو عايزه كماجنتيود. هنجيب الماجنتيود والله هيبقى بيساوي روت 20 سكوير 40 سكوير 100 سكوير أو فتحت روت هيساوي هطلع معاك ب20 جذر 3 اللي هو تقريبا 109.54 نيوتن متر. تمام يا باشا. فدي مسألة سهلة جدا. انت كل اللي انت عملته حرفيا ان انت عملت جبت يونت فيكتور ويونت فيكتور، وده اليونت فيكتور بتاعه سهل عشان هو باين قوي ان هو تحت كده الزد، وكده المسألة فولس. مسألة عادية بتبقى ايه مثلا خطوتين 3 في امتحان، او مثلا ممكن يديلك 2 مومنت من دول مثلا جوه مسألة ويكمل لك بشوية حاجات. بس عامة مسألة حلوة، مسألة مستوى لا كويسة. تمام، أتمنى إن تكون فهمتها. آه دي كده مسائل سهلة عشان نكون إيه خلصنا بارت 1. بارت 2 بقى هحل لك مسائل من ملزمة الميد تيرم من مسائل السنين اللي فاتت. لو أنت فهمت الحلقة دي كويس لازم تتفرج على الحلقة الجاية عشان تكون إيه بقى قفلت المحاضرة كويس جدا. أتمنى تكونوا استفدتوا. مع السلامة.